وقفي سكرول ثانية واحدة لو انتي شعرك بيقع او متقصف او مفيش انبات، او انتي حتى مش عارفة ازاي تخليه مترطب في الصيف. جبتلك الحل السحري كله في ازازة جدتي. يا جماعة بجد الزيت ده اختراع، قطر مكون من 33 نوع من الزيوت طبيعية. بصوا خليني اوريكم حجم الازازة، حجمها حلو قوي، وكمان الابليكيتور بتاعتها حلوة جدا جدا جدا. انا كنت بستخدمه داخلة في الشهرين. بصوا ما خدتش منه غير الحبة دول لان هو مليان قوي. هقول لكم سريعا كده انواع الزيوت اللي موجودة. في زيت جوز الهند، ارجان، جوجوبا، زيت زيتون، زيت عين جمل، بذور الكتان، زيت الخروع، زيت بذور اليقطين، حبة البركة، الجنسنج، زيت ديل الحصان، القهوة، شجرة الشاي، زيت النعناع، زيت الزعتر، زيت اللوز الحلو، زيت السمسم، بذور الكراز، زيت الروزماري، زيت العرقسوس، زيت البصل، زيت الثوم، مستخلص الشاي الأخضر، زيت الأمالك، زيت الكركديه، زيت البابونج، اللافندر، البرتقال الحلو، زيت الفانيليا، اليوسفي، زيت خشب الصندل، زيت الدوار. وكمان في فيتامين اي علشان يغذي بصيلات الشعر وينشط الدورة الدموية وبيسرع جدا النمو. عن تجربه بامانه بيطلع بيبي هير يا جماعه، ومع الاستمرار عليه بيرطب الشعر جدا وهتشوفي فرق ملحوظ. ده غير ان الازازه كبيره. انا مش عارفه هي باينه ولا لا في الفيديو، بس فعلا انا بقالي اكتر من شهرين بستخدمها، ما خدتش غير الحبه دول. هي احلى حاجه ان هي كاتبالك كل حاجه على العلبه. يعني هنا في طريقه الاستخدام، وهنا في مجموعه الزيوت اللي موجوده جواه. يعني حاجه بسيطه جدا، بنرج العبوه كويس قوي، بنحطها على شعرنا يكون نظيف ومغسول، وبندلك فروه الراس لمده 5 دقائق، بنسيبه على الشعر كله. يعني هي اصلا المفروض ان احنا بنحطها في فروه الراس علشان مهمتها ان هي تنشط الفروه بتاعت الراس، فيطلع لنا بيبي هير ونخلي الشعر صحي. لا، انا بحطها على شعري كله، بترطب جدا. بنسيبها، يعني انا بسيبها حوالي من ساعه لساعتين، بحطها قبل ما اخد شاور. حرفيا يا جماعه حلوه قوي. هي كاتبه ان هي بتستخدم من مرتين ل3 مرات في الاسبوع علشان نلاقي نتيجه كويسه. فاللي ما جابش الزيت ده بجد خسران. هسيب لكم اللينك بتاعها في الكومنت، ادخلوا واسالوا عليها، حلوه جدا.